لعشاق اللازانيا، وين راكم اليوم؟ راني جبت لكم ألذ وصفة تاع اللازانيا سهله ماهله وتقطر بالبنه. تبعوا معايا المقادير خواتاتي حتى للتالي. ما تنساونيش غير بجام وتعليق وبارطاج وحفظ للفيديو الى عجبكم اكيد، والمزيد من الوصفات ان شاء الله. حاجه الاولى البنات، هنايا رحت جبت مقله نتاعي كما راكم تشوفوا، رحت زدت عليها شويه نتاع زيت وقطعت البصله نتاعي كما راكم تشوفوا مربعات تكون صغيره. هنايا درت عليها شويه نتاع ملح وشويه نتاع فلفل الكحل وبصل بودر تاني درت عليها مغرفه صغيره. هنايا راح نديها فوق النار، تكون النار قليله بزاف باش هذاك البصل تاعي يتقلى لي غايه ما ينحرقليش. نقلي غايه البصل تاعي كما راكم تشوفوا البنات. بغيت نقول لكم باللي السناب تاعي ولا الانستغرام ولا اليوتيوب تاعي راني دايره نفس الاسم تاع تيك توك، هنا لا كويزين دو فاتي، غادي تدخلوا تلقاوني. سورتو راني اكتيف بزاف في السناب، ديروا لي البنات ابوني باش كل شيء نحطها لكم تماك. وكاين صوالح بزاف راني نحطهم في السناب وما رانيش نحطهم هنايا في التيك توك ولا في اليوتيوب. سمعني البنات، روحوا ديروا لي اخواتاتي ابوني وفعلوا الجرس باش اي وصفه نديرها تطلع لكم. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما قليت البصل تاعي وزدت عليه اللحم المفروم هكا طيبتهم ووخرتهم على جهه. في نفس المقله جبت حبه تاع ثوم ربيتها وزدت عليها الطماطم. هنايا ربيتها درت شي حبه تاع طماطم كانوا مليحه هنايا تاني قليتهم كما راكم تشوفوا. انا زدت عليهم شويه زيت، شفتها ناشفه شويه زدت عليها. وبالنسبه للتوابل نحتاج الملح والحرور وفلفله حمراء والسكر غير شويه ما تكثروش باش هذيك الحموضه تروح لي، وملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. وزدت عليها هنايا زعتره ورند راح يمدوا لها واحد البنه رائعه رائعه. هنايا نخلطوا كل شيء في رحبه كما راكم تشوفوا. بعد ما نشوف اللاصوص تاعي بدات تطيب لي راح نزيد عليها الخليط الاول اللي درناه نتاع اللحم المفروم والبصل. خلطوا كل شيء في رحبه ومن بعدك نطفيه. هنا خلوا الصوص تاعكم شويه مايها ما تنشوهاش بزاف باش تجيب. ومن بعد البنات خلوها على جهه ونروحوا نوجدوا البيشاميل نتاعنا. هنا درت مغرف كبيره نتاع زبده ومغرف كبيره نتاع فرينه، ذوبتهم هنايا غايه الغايه وخليتهم يدخلوا هكا مع بعضهم واحد 10 ثواني ولا هما هكا يتحمصوا مع بعضهم. عادك باش جبت كاس ونص تاع حليب حطيتها عليها وخلطت. كي نشوفها بدات تتقار شويه راح نزيد عليها شويه ملح وجبن يكون رابي. هنا البنات شامل وحده تقول لي البيشاميل تاعي تجيني ثقيله ما تجينيش شابه. توجور نقول لكم البيشاميل تاعكم باش تجي شابه ديروا مغرف زبده مغرف فرينه وكاس ونص حليب. الا درتو 2 كيسان ونص حليب ديروا 2 مغارف زبده 2 مغارف فرينه وكيما هكا هي رايحه. المهم البنات هنا الفرينه هي اللي ما تكثروش باش ما تجيكمش ثقيله. هذا هو السر تاعها. والسر الثاني تاعها هو الزبده والفرينه يتحمصوا غايه. هذه هي البنات. بعد البيشاميل تاعي ما طابت لي وكاع زدت عليها هذاك الفرماج خليتها على جهه ورحت اللازانيا تاعي. لازانيا البنات هنايا كاين شعب واحد يديرها كيما هكا يابسه، بس انا ما نبغيهاش يابسه البنات، انا نبغي نديرها في المحامي. راح نجيب هكا بول كما راكم تشوفوا كان فيه محامي. حطيت اللازانيا تاعي تقريبا 5 دقائق بصح شواله البنات هنايا كي تحطوها خطره على خطره قلبوها، الا نسيتوها غادي تتعجن لكم وحده تلصق في وحده. صايم متفاهمين البنات؟ هذه هي خواتاتي. دونك انا نقول لكم بلي ديروها في المحامي. هذيك اللي راهم يديروها غير كما هكا راح تجيهم يابسه من الداخل وما تجيش شابه. وهنايا كما راكم تشوفوا وجدت كل شيء. لازانيا تاعي واجده، لاصوص تاعي واجده، البيشاميل تاعي واجد، فرماج رابي تاني واجد وخرجه على جهه وراح نبدا نطبق. هنا جبت مول انا غير صغير. دروك شوفوا الطبقه الاولى ديروا بيشاميل والطبقه الثانيه حطوا اللازانيا تاعكم وبعدك الطبقه اللي من موراها حطوا لاصوص تاعكم بعدك ديروا البيشاميل وبعدك عادوا ديروا اللازانيا وهي رايحه كيما هكا. قعدوا طلعوا فيها حتى التالي. بالتالي كاع هنا البنات راح ندير كميه مليحه تاع البيشاميل باش تجيني شابه في الطبقه الاخيره اكيد.
وفي الاخر البنات هنايا كي تكملوا كاع الطبقات تاعكم هي نورمالمون يديروا ورق الالومنيوم يغطوها كاع ويديروها في الفرن. انا هنا البنات ما كانش عندي، بصح عادي اللي ما عندهش عادي يديرها كيما هكا، واللي عنده ورق الالومنيوم متوفر يديره ويدخله في الفرن باش هكا يطيب كل شيء، تبقى لك غير فرماج من فوق يذوب لك. انا دخلتها كيما هكا ونورمال ما جاتنيش زعما البنات يابسه ولا. وهذه هي البنات لازانيا تاعنا. لعشاق اللازانيا ما تنساوش غير بجام وتعليق وبارطاج الفيديو، وراح نخليكم مع الوصفه نتاعي تاع نهار اليوم كيفاش جات في الاخير. ما عليا غير نقولكم مع السلامه ونلتقي في وصفه اخرى.